السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى نعمل اكل، يعني ما يعتبرش يعني بذلنا مجهود ولا حاجة، اكل سريع كده. عايزين بقى يجيبوا سندوتشات من الشارع وكده، قلت لهم لا اعمل لكم انا ايه، آه شاورما اللي هو زي السندوتشات السوري كده. بصراحة كنت هعمل ال يعني الكريب في البيت او العيش السوري في البيت. فايه، لقيت عندي صابح، يعني كنت لسه جايباه صابح وكده، قلت خلاص خليها ايه، هعمله لكم مرة تانية يعني. بس انا عملته قبل كده يعني في القناة. المهم يعني ايه، بصراحة يعني خلاص سيبكوا بقى من الكلام ده وخليكوا ايه معايا. في الاول انا قدحت حتة سمنة بلدي كده، وهحط عليها ايدي فراخ انا غسلتها ونقعتها شوية بالليمون وايه، يا دوبك بس تاخد لون كده، وهدلق عليها بطاطس، قصدي انا اسفه، بصل مقطعاه جوليان، و وحطيت ملح وفلفل، اللهم صل على النبي، وبس، وفلفل الوان بقى، فلفل اخضر اللي انت عايزاه. واسيبها كده بس يا دوبك انا كنت بفتح الباب معلش. يعني ايه، دي توابل فراخ، بتبقى ريحتها جميله قوي. ماشي اقفل. يعني حطيت كل التوابل دي على بعضها كده وايه، واسيبها بقى ايه تتشرب شويه كده، وبعد كده احط ال الفلفل عليها، فلفل الوان بقى. انا حطيت فلفل اخضر وبصل بس، زي ما انت عايزه بقى. عايزه فلفل الوان اللي ما كانش عندي بصراحه، قضيت باللي موجود في البيت. تمام. يا دوبك بس كده تشرب ميتها الفراخ، تشرب ميتها، هحط البصل بعد كده ايه، البصل والفلفل يعتبروا مع بعض يعني. بس المهم يعني انا دلوقتي ايه، وقرن فلفل حامي. انا عملت الحاجه بقى اللي زعلتني بصراحه، والناس ما بيهمهاش. يعني انا والله العظيم يعني حاجه بتبوظ مني، مش عيب اللي انا اقول. حرام اما تصرفي على الحاجه وتطلع بايظه منك. فالحاجه دي بتزعل قوي قوي. ان انا مثلا، يعني مفيش حاجه الوقت رخيصه، انتوا عارفين كده. مثلا يعني الحمد لله يا رب انا قادره اجيب ايه، غيري مش قادر يجيب. فحرام يعني. المهم انا شفت ترند كده اللي هو الجبنه الموتزاريلا. تعملي الجبنه الموتزاريلا في البيت بجبنه قريش. فالمهم انا جبت كيلو جبنه، او يمكن كمان زياده عن كيلو. المهم جبته وايه، وعملت زي يعني الخطوات بالظبط، قلت اجرب. بس غلطتي اللي انا جبت يعني ايه كميه. والمهم قلت اجرب، والله هتشوفوا معايا النتيجه دلوقتي، يعني ما ترضيش حد. طب انتي ازاي؟ طب وحطيتي عليها ايه؟ ما اعرفش. هي انا مشيت زي يعني مشيت زي ما الخطوات انتي قلتي بالظبط. يعني زي ما هي الخطوات هي قالت، انا مشيت عليها بالظبط، لا زودت حاجه ولا نقصت حاجه. هدي النار، هديت النار، ايديكي فيها زي هتشوفوني. يعني مش قادره اقول لكم النتيجه طلعت، يعني والله الله يسامحهم، يعني مش عارفه الواحد يقول ايه وحياه ربنا. انا قبل كده مش فاكره والله، مش متذكره قوي ايه باظ مني في القناه وانا بعمل. قلت حتى يعني ضحكت كده، قلت ايه يعني محدش بيبين خيبته يا ناس، انا بينتي خيبتي اهو. آه كان المفروض اعمل كذا وطلع معايا كذا، او مش، او باين اتحرق مني، مش فاكره والله. بس قلت والله لو يعني استرجع لي فيديوهات كده هتلاقوني حتى كاتبه في العنوان بسهل عليكم. انا بينتي خيبتي، ما اعرفش حصل ايه، بينتي خيبتي فيها. ومش عيب ان الواحد يبين خيبته. وخدتها بهزار وكده، بس قلت الغلط اللي انا قابلني وانا بعمل اكل، انا قلت، مش ما قلتش عليه. معلش فاتكم في الكلام الاول. انا كده الشاورما خلاص خلصت، وحطيت عليها مع الملح بتاعها وبهاراتها وكله، وخلاص كده ايه، ركنتها زي ما بقولك. عايزه تحطي عليها مشروم، فلفل الوان، زي ما انت عايزه. الموجود في البيت انا حطيته. انت عايزه تزودي حاجات من عندك تمام. جبت كوبايه ميه، وعليها معلقتين او 3 نشا. انا هعمل هنا التوميه انا مش اول مره اعملها في القناه، ودي يعني الطريقه بتاعتي المعتمده اللي انا بعمل بيها التوميه على طول. اقعد كده ادوب في النشا لحد ما تتشرب خالص، ويبقى لونها لون الفازلين كده. يعني ما يكونش بيضه كده، تكون شفافه كده. انا بسيب التوميه لحد ما تستوي، لازم تستوي، لانك انت مش هتحطيها على نار تاني.
فما يبقاش طعم النشا فيها، طبعا هتبقى مش حلوه خالص. اقعدي قلبي كده لحد، بص انا بستنى الايه اللي هي تبقبق كده معايا عشان النشا نفسها تستوي. يعني متستعجليش على ايديكي فيها كده، معلقه خشب او اسباتيولا عشان تعرفي تلمي بس. وايه وتبص استنى، بص من النص تبقبق كده، فضلت اقلب فيها تقلبتين 3 كده لحد ايه ما النشا تستوي. الطريقه بتاعتي الطوميه دي سهله، انا ما بغيرهاش اصلا يعني. بصوا البقبقه كده ايه كده بتبينك ان هي ايه كده بتستوي. انا بوريكي، بصي بقرب لك الكاميرا بس تشوفي ايه ان هي لازم تستوي معاكي، لانك انت مش هتحط عليها الحاجات، مش هتدخليها نار تاني، فطبعا تبقى ايه مش هتبقى نشا في بقنا يعني. تمام. هنيجي هنا بقى ايه للحاجه اللي ايه الله يسامحهم بقى فيها. دي الجبنه اللي انا ايه قلت لكم عليها. انا الناحيه التانية الطاسه مشغله يعني النار على بطاطس، بحمر بطاطس. انا قلت لهم بقى افتح لكم بقى مطعم في البيت، فكان نفسي بقى والله، وكان املي في الحياه ان هي زي ما شفتها تطلع بالظبط، ووطي عليها النار وما توطيش ومش عارفه ايه، وايديكي فيها زي ما انتوا شايفين كده. هتنزل ميه، هتشرب الميه، هتبقى معاكي لزجه كده يعني بتموتي كده، وبعد كده ايه تشيليها وتحطيها في قالب وتحطيها في التلاجة وترجعي تبشريها. ما فيش الكلام ده يا جدعان خالص، والله ما في الكلام ده خالص. ادي جبنه قريش عاديه خالص، طبعا مش جبنتي مش العيب في جبنتي ولا حاجه، الجبنه كلها واحد يعني. الجبنه القريش ما فيهاش افتكاسات يعني، كلها واحد. ادي الجبنه القريش. قالت لك وطي عليها النار، انا كده بفتفتها يعني. قالت لك وطي عليها النار خالص وسيبيها. انا طبعا مش هقول اسم القناه ولا اقول اللي هي عملتها ديت، الله يسهل لها ويسامحها بقى. زي ما انتوا شايفين كده، بحاول ان انا اي تكتلات من قوالب الجبنه بايه بنزل. انا بقى حاسه وانا يعني بقلب فيها، بصوا بتعمل اهوت يعني شعيرات كده، قال يعني جبنه بقى موتزاريلا بقى بتلزق معاكي. بس النتيجه غير، طلع غير كده خالص خالص. هي قالت لك لازم تشرب الميه وتوطي عليها لحد ما تشرب الميه. وطيت عليها وزي ما هي قالت بالظبط والله. طب انت حطيتي حاجه، اصل مش معقول يعني الجبنه القريش، انتوا عارفين ان انا بوريكم العين انا موطيه ازاي. الجبنه القريش ما فيهاش افتكاسات، اي حد عارف جبنه قريش ساعات طعمها حلو طعمها وحش، بس ما فيهاش افتكاسات يعني. هنا هنحط بردت شويه يعني، ها النشا، ميه ونشا بس. فضلت اقلب فيهم على النار لحد ما بقت معايا شفافه كده. لازم النشا تستوي، واقعدي قلبي فيها يعني حوالي 4-5 دقايق كده. وعندي توم، احنا بنحب التوم فيها كتير شويه، اللي انت عايزاه. توم مفروم، عندك توم، انا بحط توم مفروم على طول، بس لقيت قدامي ده فريش رحت مقطعه مفصصاه. حطيت حبه ملح ويا دوبك حبه فلفل اسود صغيرين، مش عايزه تحطي ما تحطيش براحتك. ومعلقتين مايونيز. ما عندكيش مايونيز، هي كوبايه الزبادي اللي انا احطها وبس، الحمد لله على كده. معلقتين بس مايونيز وكوبايه زبادي زي ما هي كده بحطها. ما عندكيش مايونيز، هي كوبايه الزبادي والنشا والحمد لله على كده. عايزه تزودي ميه زودي، عايزه تزودي لبن زودي، المتاح عندك اعمليه تعمليه. في كلا الحالتين انا عملتها بميه كوبايه زبادي بس من غير مايونيز والله، وطلعت زي العسل. او ضربتها ضربه حلوه في الخلاط، عايزه تخففيها بميه تخففيها بلبن زي ما انت عايزه، وطلعت معانا جميله. نرجع هنا لخيبه الامل راكبه جمل زي ما بيقولوا. انا فضلت قالت لك تفضلي معاها لحد ما الميه تختفي منها. انا ايدي فيها والله يعني اروح واجي كده كده يعني، نار هاديه جدا، فايدي فيها زي ما هي بتقول غيبي غيبي وقلبي. بصوا هي بتغلي يعني، هي بتغلي. المعلقه ما عجبهاش الكلام، وقعت في الحله، ما عجبهاش اللي حصل. بصوا يا جماعه، المفروض بقى هي وهي بتقلب هنا، الست اللي عملتها على القناه
ان هي بتقلب هنا زيها زي النشا. بصوا النشا لما كانت بتتقلب معايا، بصي كانت بتلم حته واحده ازاي، الجبنه كانت كده معاها بالظبط، بتتقلب حته واحده. انا لا، بصي هي مفروله ازاي، بالرغم والله الجبنه القريش اللي انا جايباها ديت من واحده يعني فلاحه، بس يعني الله يبارك لها يا رب، جبنه جميله وطعمها جميل. هي قعدت تقولك قلبي وايديكي فيها شويه لحد ما تشرب ميه. انا حسيت ان هي لسه برضو ايه يعني، شايله ميه كده، قلت لحد ما تنشف شويه من الميه. بس هما تقلبتين تلاتة كمان زي ما هي عامله، بالعكس هي قعدت تقلب برضو لحد ما نشفت، وانا نفس الحكايه. بصوا بتتقطع معايا ازاي، بالشيء مش اللي هي لمت زي العجينه كده زي ما هي عملتها، مفيش الكلام ده. انا موطيه العين يعني اقل من السهرايه كده، اقل منها كمان. مش عارفه بقى هي ايه حطيتي عليها ايه، او ما اعرفش. قولي خطوات الحلو والوحش، يعني حرام اما حد يكون حرام. بص انا بمسكها لكم، انا من اول ما انا هنا بقى انا مش مقتنعه بيها بصراحه. بصوا هي حتت عامله زي اللبان بالظبط، بقول لكم ما تعملهاش، ما حدش يعملها، والله عامله زي اللبان بالظبط، يعني حاجه. يلا الحمد لله انا جت على قد كده. انا زي ما قلت لكم بقى، انا ايه انا جبت رقاق طري. احنا يعني بنموت في الرقاق الطري ده، بنحبه جدا، احسن من الكريب واحسن من العيش السوري، جميل. فكان حظي بقى، يعني حظ الولاد كمان، ان هو طلع ايه لسه الفرن عندنا عاملاه صابح، ريحته جميله وطعمه جميل. فحطيت كده وايه، وبقيت ابرم بقى بصور رقيق وجميل ازاي. عايزه بقى، انا عملت عندي كاتشب ومايونيز وتوميه وزيتون وحمرتي بطاطس. عايزه بقى تعملي بطاطس وتوميه مثلا، والبطاطس والتوميه بس سندوتشات تمام، تحطي كاتشب وتحطي فراخ اللي هي الشاورما يعني على البطاطس، على زي ما انا هعمل كده تمام. ايه اللي يعجبك. عارفه انت لو عملتي بطاطس بس والله مع المايونيز، مع معلقتين كده بس من التوميه زي ما وريتها لك، طريقه سهله وفي ساعتها وانت واقفه كده، والله هتبقى سندوتشات جميله. مش شرط شاورما، مش شرط يعني يكونش عندك فراخ، هو بطاطستين كده تقطعيهم هيقضي يعني بتاع حوالي 6 7 تنفور من ولادي. انا عندي الجريل، حطيت على الجريل او في طاسه زي ما انت عايزه طبعا. عندي توستر، قلت بس اعمل خلينا في الجريل عشان يبقى باين قصادكم اكتر اللي ما عندهاش. بس هو يا دوبك سخن، حطيت فيه يعني معلقتين 3 زيت كده و... وترصيه فيهم بقى يا دوبك ياخدوا تسميع. احنا بنحبه كده ايه، يعني بنحبه ملسوع كده، مش بسبق والله لا تقولوا عشان هو اتلسع منها، عشان برضو الكلمة دي لا، مش بسبق والله، احنا بنحب كده، يعني بنحب الحاجة تكون متحمصة كده. حتى العيش ما بنحبش العيش الصابح، بنحب العيش يكون متحمص، يعني متحمر على النار او متحمص في الفرن. بصوا بقى طلع من والله طعمه جميل وريحته اجمل، ومع التوميه مع حاجه سهله وعمايل ايديكي وانتي اللي عاملاها بايديكي. وبصي يعني عمل كام سندوتش ما عدتهمش والله، حقك عليا نسيت، بس والله عمل كميه زي ما انتوا شايفين كده قدامكم كده. والتوميه عادي معلقتين نشا على كوبايه زبادي والحمد لله على كده، وهتطلع منك حاجه زي السكر. يعني يعني انت عاملاها في، انا بنتي بتروح الدروس بتجيب سندوتش البطاطس بس ب 35 جنيه، والله تقول لي يا ماما ولا في طعم التوميه دي ولا في الكميه بتاعت التوميه دي. والبطاطس تعديهم كام بطاطسايه على ايديك على ايديك. فبصي انت بقى اما تكوني عامله حاجه بايديكي كده، حاجه سهله وجميله ويا رب تعجبكم، ومتشكره لكم قوي. وهوريكم في الاخر لما بردت الجبنه اللي هي جبنه فيك طبعا، يعني بقى الله يسامحها والله، يعني التكلفة مش بالساهل، بس الحمد لله انا جت في حاجة زي كده. بس حرام، انا ببص للناس اللي هم مش مقدرتهم يجيبوا حاجة زي كده، انا ببص لدول بس. فانت حرام، يعني انت ظلمتي ان كذا، مش انا الله اعلم انا بس اللي عملتها ولا لا. بصوا ناشفه ناشفه ازاي، بصوا انا بعملها لكم بالمعلقه، بصوا يعني بقت فتافيت، ايه ده.
مش عارفة والله الواحد يقول ايه، بس الحمد لله انا جت على قد كده، وشكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله.